وليد الركراكي ولا حسين عموته، شكون اللي مزيان للمنتخب ديالنا؟ نتكلموا عليها من ناحيه الجديه، انه وقت العمل خاص الواحد يكون جدي، ووقت الضحك خاص الواحد يكون خاصو يضحك شي شويه. انه انا تنضيعوا بزاف ديال الوقت في الضحك. بالعكس خاصنا واحد الوقت الا بغينا يعني نرتقيو لمستوى عالي، خاصنا شويه ديال الجديه. الا ما ضغطناش على نفسنا ما يمكنش يعني نرتقيو يعني المستويات اللي هي عاليه. مدرب مغربي جديد عاوتاني كتب تاريخ في كرة القدم. أنا المدرب الجميل. تفضل. ألف مبروك. الركراكي فشل ولكن حسين عموته نجح. حسين عموته وصل المنتخب الأردني لأول مرة في التاريخ ديالو النصف النهائي ديال كأس آسيا الأمم اللي ملعوب في قطر وتحت الأعين ديال ولي العهد الأردني ولد الملك عبد الله الأمير الحسين بن عبد الله، تا هو سميتو الحسين بحال عموته. وأيضا شاهدنا لقطة جميلة، سمو ولي العهد بين الجماهير وهو يحتفل. يعني الحمد لله هذه هي المسانده اللي كنتكلموا عليها، المسانده يعني الذهنيه اللي محتاجينها اللاعبين. دابا بزاف ديال الناس كيقولوا ان الركراكي واعد انه غادي يمشي لما وصلش النصف النهائي ديال كوب دافريك، وبزاف ديال الناس كيقولوا ان الركراكي خصو يقدم الاستقاله ديالو حيت داك التكتيك باش كيلعب صافي فات عليه الفوت. وبزاف ديال الناس كيقارنوا حسين عموته بوليد الركراكي، وكيقولوا كون كان حسين عموته في لاكان ما كناش غادي نخرجوا بديك الشوهه، حين تقدر يوصل الفريق الوطني لشي مستوى خيالي اكثر من وليد الركراكي. حيت اللعابه الاردن ماشي هما اللعابه المغرب، وباللعابه الاردن قدر يوصل نصف النهائي ديال كاس اسيا. دابا بغيتكم تحيدوا معايا العاطفه وتفكروا معايا بالعقل، واش الحسين عموته احسن من وليد الركراكي او لا؟ واش فوزي القجع خاصو يجر عموته ويحيد الركراكي او لا؟ على شنو اصلا كيتبازا فوزي القجع باش يقول هذا احسن من هذا؟ هذاك الشيء اللي غادي ندير معكم اليوم باذن الله، بغيتكم تركزوا معايا. ومع نهاية البطولات داروا المشاورات مع مجموعة، احنا راح نتذكرنا بعد داخلين عندنا شخصين، كونت لجنة فيها السي فتحي جمال والسي طوسي والسي قبل ما يمشي للرجاء والسي عموته. الحسين عموته هو ولد مدينة الخميسات، تحية لجميع أبناء الخميسات، أنا أصلي من الخميسات. عنده 54 عام، كان لعاب في البطولة المغربية وفي البطولة القطرية، ولعب حتى مع المنتخب الوطني في التسعينات، ودخل العالم ديال التدريب سنة 2005، واول فرقه غادي يدرب هي الخميسات، وحتى كلاعب اول فرقه لعب فيها هي الخميسات. وليد الركراكي 48 عام، صغر منه ب6 سنين، تزاد في كوربيسون في فرنسا، وعنده الدوبل ناسيوناليتي، هو فرنساوي ومغربي، عنده جوج باسبورات، ولعب في البطوله الفرنسيه والاسبانيه مع راسينغ سانتاندير، هي فاش كان كيدردك مع المنتخب ديالنا ووصلوا للفينال ديال كاس افريقيا مع المدرب بادو الزاكي. ودخل عالم التدريب 9 سنين من مورا عموته، دخل في 2015، واول فرقه غادي يدرب هي الفتح الرباطي. مزيان. دابا بغيتكم تحلوا معايا عقلكم وتحلوا معايا وديناتكم وتسدوا معايا على قلبكم وتسمعوا لهادشي اللي غنقول لكم، وبغيتكم في الاخر نتوما تعطيوني الخلاصه ديال شكون اللي حسن وشكون اللي صلاح للمنتخب ديالنا بالعاطفه. بين 2012 و2015 السيد حسين عموته تدرب واحد الفرقه سميتها السد القطري، لعب معاهم 104 الماتشات، ربح 59، تعادل 27 وخسر 18. والوينينغ ريت ديالو، الوينينغ ريت هو المعدل ديال الفوز. دابا مدرب فاش كيحط السي في ديالو ما كيبقاوش يقولوا ليه شكون اللعابه اللي دربتي، فين دربتي، شحال الوقت دربتي، لا كيقولوا ليه شنو هو الوينينغ ريت ديالك، شنو هو المعدل ديال الفوز ديالك، بحال شي مهاجم شحال ماركيتي ديال البيوت، ما سوقناش شحال عتقتي ديال البيوت ماشي خدمتك. يعني المدرب كيقولوا ليه شحال ربحتي الفرقه، الوينينغ ريت ديالك كتكون نسبه مئويه. وديال الحسين عموته فين كان مع السد القطري كانت ديال 56.73%. عقلوا دابا معايا على هاد الارقام مزيان، الله يرحم لكم الوالدين. من موراها مشى للوداد اسي بين 2017 ل 2018، ورجع في 2022 2023، دار 24 فوز، 9 ديال التعادلات و12 الخساره في 45 ماتش. الوينينغ ريت ديالو كان 53.33%، عاوتاني فايت المعدل. والمره الثانيه اللي عاود رجع درب فيها الوداد، لعب 11 ماتش، ربح 7، تعادل 3
ويلا خسر واحد، والوينينغ ريت ديالو كان 63.64%. ومني شد المنتخب الاردني نط عليه واحد البلباله خايبه، غير قبل من هاد اسيا كانت نايض عليه واحد السعره خايبه باد بوز، كلشي كيقول ليه عمو تا يرحل. لا يكفي انك تجي وتنقل اخبار او افكارك انت وتنتقد المدرب او الفريق، لازم تكون عندك المعلومات الصح. اوكي، قبل من هاد الكاس ربح 4 الماتشات، تعادل 3 وخسر 7، والوينينغ ريت ديالو طاح من 63 ل 28.57%، قل من المعدل بزاف. لانه حنايا مرينا ببعض المشاكل، كانت هناك تضاربات يعني وواحد المطبات كانت شي شويه صعبه على الفريق. ندوزو الكابتن وليد الركراكي، درب الفتح الرباطي من 2014 ل 2020، 6 سنين لعب فيها 234 ماتش، 95 ربحهم، 84 تعادلهم و55 خسرهم. الوينينغ ريت ديالو كان 40.60%. من موراها مشى لفرقه الدحيل اللي كاينه في قطر، دربها بضع اشهر من يناير 2020 لاكتوبر 2020، تقريبا عام. لعب فيها 20 ماتش، ربح 13، تعادل 1 وخسر 6، والوينينغ ريت ديالو كان 65%. ومن 2021 ل 2022 غيمشي غيدرب الوداد البيضاوي اللي كان دربها عموته. شحال قلنا عموته دار 53 في 63%. ايوا سيادنا فاش شد الركراكي في 48 ماتش ربح 31 ماتش، تعادل 10 ويلا خسر 7، والوين ريت ديالو كان 64.58%. ضربوا للسقف هي فاش فوزي القجع قال ليه الو حنا غادي للمونديال غنحيدو هاليلوزيتش، طلع سوق بينا. وفاش طلع صاقه الاخوان لعب بالمنتخب 23 مقابله، 12 الفوز، 7 ديال التعادلات و4 الخسارات، وين ريت ديال 52.17%. شحال دار عموته مع الاردن؟ 28. شحال دار الركراكي مع المنتخب ديالنا؟ 52. بجوجهم مدربين كبار، ولكن اللي جينا ناخذوا الاحصائيات وناخذوا الارقام الركراكي كيربح. وحتى هاد التأهل الاخر اللي داروا الاردن راه حتى من مورا الدقيقه 90 عاد باش دازوا لهاد الكارت فينال اللي ربحوا تا هو بواحد الزير، يعني راه كاينه واحد النسبه ديال الزهر. بكل صراحة الحسين، هل توقعت الوصول إلى هذا الدور قبل البطولة؟ بكل صراحة لا طبعا لا. هاد المدربين بجوج لعبوا مع المنتخب، بجوج دربوا الوداد، بجوج داو عصبة الابطال مع الوداد، بجوج عندهم وينينغ ريت طالع، بجوجهم مدربين كبار. شوفوا معايا دابا هاد لا فيديو فاش وليد الركراكي رجع من الكوت ديفوار وتلقاو ليه الناس كيقولوا ليه عافاك الركراكي بقى، هو كيطلب منهم السماح. منظر الصراحه كيضر في القلب. يسمحوا لينا يلا حنا مفتخرين بكم، يسمحوا لينا. يعني واخا كاينه واحد الفئه كبيره كطالب بالمغادره ديال وليد الركراكي، كاينه واحد الفئه اخرى باغيينو يبقى، وعارفين ان الغلط كيطرا، وعارفين انه حقق المستحيل ويقدر يعاود يديرها مره اخرى. والحسين عموته حتى هو مدرب كبير كيحقق المستحيل مع واحد الفرقه عنده على قد الحال في مسابقه صعيبه، وهادو بجوج فوز عظيم للكره المغربيه. وبنادم اللي كينتقد الركراكي واللي كينتقد هادشي اللي طرا في لاكوب دافريك، انا عندي لكم سؤال واحد، هبطوا لي كومونتير الا جاوبتوني عليه ما نعاودش نجبد هذا الموضوع. كون اشرف حكيمي ماركا داك البيلانتي اشنو كان غيطرا؟ جاوبوني. خاصنا نفتخروا بالمدربين اللي عندنا ونبقاو ان شاء الله دايرين النيه، حيت القادم غادي يكون افضل باذن الله.